هو محمد عبد الجبار، واحد من أبرز اللاعبين المميزين في تشكيلة غازي الشمال، وهذا هو الطاقم التحكيمي سادتي الأحبة ريبين توفيق. وبالتالي جامبول كرة البداية في هذه اللحظات ما بين غازي الشمال والدفاع الجوي. نتمنى أن نشاهد مواجهة ممتعة مع تواجد هذا النجم الكبير إيهاب حسن، واحد أيضا من أبرز اللاعبين، لاعب منتخبنا الوطني، يتواجد اليوم في قاعة زاخو مع مجموعة من لاعبين منتخبنا الوطني في هذه المباراة. وبالتالي انتظار اللحظة التي تنطلق من خلالها هذه المواجهة. بداية المباراة جامبول، والبداية لمصلحة الفريق الأزرق الدفاع الجوي في هذه اللحظات حيدر حسين مرعب، وبالتالي قد تكون أولى النقاط. الريباوند الجميل عن طريق غازي الشمال وتحديدا محمد عبد الجبار. راشد خضير، تمريرة تصل من جديد لمصلحة أحمد باسم، أحمد يبحث يمرر، راشد خضير يحاول، وبالتالي البول أوت، الكرة أوتسايد، والحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي بطل الدور العراقي في آخر نسختين، والمحافظة بالتأكيد على اللقب يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وبالتالي تحقيق الانتصارات الواحدا بعد الآخر. الله على هذه التمريرات من تحت السلة، إيهاب حسن، وأولى النقاط في هذه المباراة عن طريق هذا المتألق دائما إيهاب حسن. هذا هو الكابتن المدرب نضال غانم اللي يقود الملاك التدريبي لفريق نادي الدفاع الجوي في هذا الموسم، وقاد الفريق إلى أيضا لقبين في آخر موسمين، يطمح إلى لقب ثالث بالتأكيد يضاف إلى رصيد الشخصي وإلى رصيد نادي الدفاع الجوي اللي تأسس في عام 94 ويبحث عن المزيد من الانتصارات في عالم كرة السلة. من جديد لمصلحة غازي الشمال المتابعة، وهناك خطأ في هذه اللحظات سادتي الأحبة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال، وبالتالي فاور شوت في هذه اللحظات. راشد خضير القادم من دجلة الجامعة، راشد 24 سنة، وبالتالي فاول ينجح في الأولى. راشد خضير ينجح في الفاور شوت الأول، وبالتالي ينتظر الثانية. بانتظار الثانية راشد خضير نعم ينجح في الثانية، يعيد المباراة إلى التوازن من جديد في هذه الموقعة وقاعة نادي زاخو. جاسم محمد علي القادم أيضا من الدفاع الجوي، تمريرة، وبالتالي هناك أيضا الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي مع ترقب واضح لهذا المدرب الكابتن حسين طلال مدرب غازي الشمال في مواجهة صعبة أمام بطل الدوري العراقي، خسر معه في جولة الإياب 98 مقابل 67 نقطة، يطمح إلى أن يكون نقوي مع هذه المحاولة، وبالتالي المتابعة عن طريق المتألق إيهاب حسن الطول المميز لهذا اللاعب يبحث عن نقطتين، ولكن يبدو هناك خطأ مع أيضا أندوان في هذه اللحظات مع فاور شوت لمصلحة إيهاب حسن لاعب منتخبنا الوطني يتواجد مع مجموعة جيدة من اللاعبين في هذه المباراة. هناك أيضا ذو الفقار فاضل، هناك عباس حكمة، هناك أيضا إسماعيل مؤيد، علي مؤيد. فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب إيهاب حسن الزهيري. إيهاب حسن فاور شوت وينجح بكل ثقة، يضع نقطة جديدة لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. محمد عبد الجبار يبحث عن مساندة، يمرر باس جديد تصل في هذه الجهة لمصلحة اللاعب فريق نادي غازي الشمال، وبالتالي هذه التصويبة الحائرة ولكن ارتداد سريع لمصلحة الدفاع الجوي. إيهاب ينقل كرة، إسماعيل مؤيد، إسماعيل الله الله، التصويبة لم تنجح، لم تفلح، وبالتالي سيطرة واضحة عن طريق اللاعب أحمد باسم. محمد عبد الجبار، أحمد باسم من جديد ينقل كرة، تصويبة ثلاثية، ولكن أيضا الريباوند والمتابعة عن طريق أحمد باسم. المتابعة
تمريرة باتجاه محمد عبد الجبار، استلام من أحمد باسم، محمد عبد الجبار، الصراع في بداية هذه المباراة. محمد فيصل لاعب منتخبنا الشبابي العراقي السابق في موسم سادس مع نادي غازل شمال. محمد فيصل يحمل رقم 11، والدفاع الجوي يبدأ الآن بالتأكيد يبحث عن المزيد من النقاط في الكوارتر الأول. 3 بوينتس. الله 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 الله. جاسم محمد علي القادم من الدفاع الجوي يتألق ويحرز ثلاثية، تصويبة مميزة من مسافة بعيدة، وبالتالي جاسم محمد علي أحمد باسم الرد بهذه التصويبة لن يفلح، وبالتالي تعود الحيازة لمصلحة فريق الدفاع الجوي. جاسم يا جاسم، والريباوند الحاضر والمتابعة واللونج باس، وأيضا نقطتين جميلة، نقطتين مميزة أيضا. 2 بوينتس جديدة لمصلحة أحمد باسم القادم من نفط الشمال، 25 سنة، يقلص الفارق إلى 4 نقاط، يقلص إلى 4 نقاط من تحت السلة، مرور محاولة، وبالتالي نقل الكرات. إسماعيل مؤيد، الله يا إسماعيل، الله يا إسماعيل. وأيضا التغطية الدفاعية الحاضرة من قبل دفاعات نادي غازي الشمال، الكابتن نضال غانم، البحث عن نقاط جديدة من خلال بوابة غاز الشمال، وبالتالي مواصلة الصدارة في هذه المجموعة الأولى التي تضم أيضا أندية زاخو، سابيس، عمال نينوى، ونفط الشمال. حيدر حسين مرعب القادم من التضامن النجفي. حيدر 23 سنة، ينجح في الفاور شوت. حيدر حسين مرعب يا مرعب، ينجح في الثانية، نعم ينجح في الثانية، وبالتالي يبتعد في الفارق بفارق 6 نقاط. تمريرة، محاولة، انطلاقة، مرور، وبالتالي من تحت السلة 2 بوينتس، 2 بوينت جديدة عن طريق هذا المتألق دائما في مباريات غازي الشمال، محمد عبد الجبار. يتقلص الفارق عن طريق محمد عبد الجبار. إيهاب حسن مصدر القلق لدفاعات جميع الفرق، مصدر القلق الدائم، وبالتالي هذا هو الفاست بريك. أحمد باسم، الله 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 يا أحمد باسم، الله يا أحمد باسم. حتى الآن 4 نقاط لهذا اللاعب أحمد باسم في هذه المواجهة. جاسم محمد علي، ثلاثية جميلة كانت عن طريق هذا اللاعب، والكرة أوتسايد. الحيازة تنتقل لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. أحمد باسم يحاول من بعيد، ولكن تصويبة غير منضبطة، وبالتالي تعود من جديد الفريق الأزرق نقل كرات سريع ومميز، قطع الكرات عن طريق الدفاعات، وبالتالي الرجوع في التوقيت المناسب. عباس حكمة يحاول الشوتر المميز في تشكيلة فريق نادي الدفاع الجوي. تمريرة، عباس ينقل كرة، إسماعيل، مؤيد إسماعيل، وبالتالي من تحت السلة المحاولة تستمر والصراع يستمر، وخطأ لمصلحة الفريق الأزرق. هذا هو إيهاب حسن، إعادة للقطة الماضية سادتي الأحبة. حيدر حسين مرعب، 23 سنة، يحاول أن يقدم الأداء المطلوب أيضا مع هذا الخطأ الجديد، وفاور شوت جديد في الكوارتر الأول لمصلحة الدفاع الجوي، ينفذ عن طريق إيهاب حسن. إيهاب يصوب، نعم يخطئ، أخطأ في الفاور شوت الأول. رمية حرة أولى لمصلحة الدفاع الجوي، أخطأ من خلالها الدفاع الجوي عن طريق هذا اللاعب إيهاب حسن، أفضل لاعب ل5 مواسم متتالية في الدوري العراقي السلوي الممتاز. بالتأكيد هو بصمة كبيرة لأي فريق يمثل هذا اللاعب إيهاب حسن. نقل كرات، تدوير إلى جهة اليسار، أحمد باسم، محمد عبد الجبار، يحاول محمد ينقل كرة والبحث عن الثلاثية، ولكن التصويبة لم تكتمل.
إسماعيل مؤيد إسماعيل، مع تواجد أيضا الشقيق الآخر علي مؤيد إسماعيل، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي غازل شمال. إسماعيل مؤيد إسماعيل، علي مؤيد إسماعيل كابتن منتخبنا الوطني، الأشقاء يتواجدون في تشكيلة نادي الدفاع الجوي. ومؤيد إسماعيل واحد أيضا من الأسماء اللامعة الكبيرة في عالم كرة السلة العراقية. يحاول إسماعيل مؤيد، الله على هذه الثلاثية، 3 بوينتس. بدأ الإيقاع الجميل للاعبي الدفاع الجوي في هذه المباراة. إسماعيل مؤيد في الموسم الثاني مع الدفاع الجوي، وبالتالي لونج باس، فاست بريك، نقطتين جديدة أيضا حاضرة في هذه اللحظات لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي عن طريق الشوتر عباس حكمت من تحت السلة وأيضا خطأ رميتين حرة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. مع وصولنا إلى الدقائق 7 من وقت الكوارتر الأول، تفوق ب15 نقطة مقابل 8 لمصلحة غاز الشمال في آخر مباريات اليوم، مع وجود مباريات سبقت هذه المباريات. سادة الأحبة، في اليوم الأول هناك مواجهة نفط الشمال مع عمال نينوى، انتهت لمصلحة نفط الشمال 77-75، وأيضا زاخو على سابيس 68 مقابل 58، وبالتالي غاز الشمال يقلص الفارق الآن إلى 5 نقاط. يحاول مجاراة بطل الدوري مع هذه التصويبة، لم تنجح ولم تفلح، وبالتالي يعود من جديد غاز الشمال الثلاثية الحاضرة. الله 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 على هذه الثلاثية الجميلة لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي، وبالتالي يبحث غاز الشمال عن المزيد في هذه المباراة. يقلص الفارق إلى نقطتين. التوغل عن طريق راشد خضير، السيطرة عن طريق حيدر حسين مرعب، وهذا الدنك جميل وقوي من قبل اللاعب إيهاب حسن الزهيري، يرفع الرصيد إلى 17 نقطة. يرفع الرصيد إلى 17 نقطة لمصلحة الدفاع الجوي في هذه المباراة. مباراة ممتعة حتى الآن سادتي الأحبة، وبالتالي ننتظر المزيد في هذه المواجهة. باس لمصلحة الفريق الأبيض، محاولة للمرور، البحث عن ثغرة دفاعية ممكنة الآن. راشد خضير، نعم، 2 بوينتس جميلة وممتعة عن طريق راشد خضير، 24 سنة، وبالتالي يقلص الفارق أيضا إلى نقطتين. البحث عن تعويض الخسارة من قبل غاز الشمال، حقق فقط فوز واحد على حساب نفط الشمال مع 4 خسارات. يبحث مع هذا الخطأ غاز الشمال، يبحث عن فوز ثاني قد يكون حاضرا مع بطل الدوري، وهذا المدرب الكابتن حسين طلال 49 سنة اللي يقود غاز الشمال في هذا الموسم. غاز الشمال والكابتن حسين طلال، شوف الإعادة في اللقطة الماضية، الرقابة والمتابعة الدفاعية لهذا اللاعب إيهاب حسن، العائد من رحلة احترافية مع أندية بترون اللبناني واتحاد عمان أيضا الأردني. إيهاب يتواجد مع تشكيلة الدفاع الجوي، وبالتالي أيضا رحلات احترافية كبيرة لهذا اللاعب في المواسم الماضية اللي ترك من خلالها بصمة مميزة مع كرة السلة العراقية والعربية في الملاعب الاحترافية. إيهاب حسن فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب. إيهاب حسن فاور شوت بكل ثقة، يضع نقطة جديدة يصل من خلالها الدفاع الجوي إلى النقطة 18 مقابل 15 نقطة
يحاول غازي الشمال مع فقدانه لواحد من أبرز اللاعبين، هو اللاعب مصطفى محمد فتحي ميلانو، الذي يغيب عن هذه المباراة بسبب الإصابة اللي حدثت لهذا اللاعب قبل جولتين تقريبا. كان واحد من أبرز العناصر المميزة. ميلانو الذي يغيب عن هذه المباراة بالتأكيد ترك غياب هذا اللاعب الأثر الكبير للعناصر المتبقية وللفريق كمجموعة كاملة في هذا الموسم. مرعب يحاول، مرعب، الله يا مرعب، الله يا مرعب، الله. حيدر حسين مرعب يضع نقطتين من تحت السلة والارتقاء الجميل لهذا اللاعب محمد عبد الجبار، يبحث عن النفاذ، يمرر إلى الخلف، وبالتالي يعود من جديد محمد عبد الجبار يمرر، ويبدو هناك أيضا خطأ لمصلحة فريق نادي غازي الشمال في هذه اللحظات مع الوصول تقريبا إلى الدقيقتين الأخيرة من عمر الكوارتر، أو دقيقة، نعم دقيقة ثانية واحدة، دقيقة واحدة. وبالتالي البحث قد يكون عن 3 بوينتس من مسافات بعيدة. محمد عبد الجبار يمرر الله على هذا الأسيست الجميل والتمريرة المتقنة جدا عن طريق، وبالتالي نقطتين عن طريق محمد فيصل. إيهاب حسن الدفاع الجوي والثلاثية، الله 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 يا عباس حكمة، الله يا الشوتر المميز عباس حكمة، لاعب منتخبنا الوطني يتألق ويبدع حقيقة، يبدع في هذه المباراة. ولا يزال غازي الشمال ند قوي لبطل الدوري العراقي في الموسمين الأخيرين. سلامات إلى محمد عبد الجبار مع بقاء 15 ثانية فقط. سلامات لهذا اللاعب، لا يستطيع غازي الشمال التفريط بلاعب آخر قد يؤثر بشكل كبير على عطاء الفريق خلال مباريات هذا الموسم. فقد مصطفى محمد فتحي قبل مباراتين، وبالتالي لا يستطيع أن يتأثر مجددا بغياب لاعب آخر في هذه المباراة وفي هذا الموسم مع انطلاق جولة الإياب في قاعة زاخو للدور العراقي لهذا الموسم. 23 مقابل 17. سلامات إلى محمد عبد الجبار، لعب لأندية البيشمركة ومثل منتخب شباب العراق، 33 سنة خبرة السنوات لهذا اللاعب. أيضا دخول اللاعب سامر تغلب ابن نادي غازي الشمال، الابن الذي ترعرع في نادي غازي الشمال من الفئات العمرية وصولا إلى الخط الأول، ومثل منتخبنا الوطني للناشئين. دخول سامر تغلب، وبالتالي هناك تايم أوت، وقت مستقطع، بقاء 11 ثانية، ولا يزال الدفاع الجوي يتفوق 23 مقابل 17 نقطة لمصلحة غازي الشمال، الذي يؤدي أدوارا مميزة في مواجهة الدفاع الجوي. يحاول بشتى الطرق إيقاف المد الهجومي لهذا الفريق الأزرق، الطوفان الأزرق، بتواجد مجموعة مميزة من لاعبيه في هذا الموسم، وبالتالي هناك العديد ممن يستطيعون أن يحدثوا الفارق في هذا الموسم، مع تواجد إيهاب حسن، عباس حكمة، الحر ميثم، أيضا إسماعيل مؤيد، إسماعيل حيدر حسين مرعب، وأيضا هناك مجموعة شبابية تتواجد على دكة البدلاء، وبالتأكيد هو الأبرز. هناك صادق نضال غانم نجل المدرب، نضال غانم مدرب الدفاع الجوي. ختام التايم أوت، ننتظر ختام التايم أوت. نعم ينتهي التايم أوت. هذا هو سامر تغلب، متر 86 سنتيم، والحيازة لمصلحة الفريق الأبيض في قاعة زاخو التي امتلأت بالجماهير خلال مباراة زاخو مع سابيس، اللي حقق من خلالها فوز خامس على حساب الفريق القادم من أربيل، وبالتالي الفوز يعطي من جديد أفضلية لمصلحة زاخو في مواصلة الصدارة في حال تعثر نادي الدفاع الجوي. بالتأكيد
يحاول مع وجود أيضا خطأ في هذه اللحظات. فاول شوت جديد، رميتين حرة نعم لمصلحة إيهاب حسن في هذه اللحظات، وبالتالي 4 ثواني تفصل الكوارتر الأول، 4 ثواني عن نهاية الكوارتر الأول. إيهاب حسن فاور شوت لمصلحة هذا اللاعب، ينجح في الأولى، ينجح وبكل ثقة في الرمية الحرة الأولى. إيهاب حسن ينجح في الأولى. أيضا رحلة احترافية لهذا اللاعب مع نادي السوسيال الأوروغواياني إيهاب حسن، وينجح أيضا في الثانية بكل ثقة واقتدار، يضع النقطة 25 مقابل 17، وبالتالي قد تكون هذه التمريرة مع نهاية الكوارتر. نعم 25 مقابل 17 لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي، 25 مقابل 17 نقطة لمصلحة فريق الدفاع الجوي. الفوارق الفنية لا تزال متكافئة، مع بالتأكيد الميلان حقيقة إلى فريق الدفاع الجوي. في بعض الأوقات هناك أفضلية لفريق الدفاع الجوي في بعض اللحظات المباراة، وبالتالي يسعى غاز الشمال إلى مجاراة هذا الخصم العنيد بطل الدوري العراقي إيهاب حسن. لقطات جميلة وممتعة. هذا هو جاسم محمد علي أيضا يسجل، وبالتالي هذا هو أحمد باسم أيضا. نقطتين جميلة في خلال الربع الأول من هذه المباراة، بانتظار الكوارتر الثاني والمزيد من السكور والمزيد من اللقطات الفنية الجميلة في هذا الموسم. دور المحترفين 6 أندية في كل مجموعة، يتأهل 4 فرق إلى دور الثمانية، وبالتأكيد هذه المرحلة مرحلة التعويض عن الإخفاقات خلال جولة الذهاب. هذه جولة الإياب مع هذا الدنق الجميل لإيهاب حسن، وبالتالي الثواني الأولى من عمر الكوارتر الأول، النصف الثاني من الشوط الأول، مع دخول أيضا لاعب منتخبنا الوطني أيضا المميز الآخر محمد صلاح القادم من الشرطة، 35 سنة في تشكيلة الدفاع الجوي، يتواجد الآن مع خروج إيهاب حسن في هذه اللحظات. الشوط الأول في الكوارتر الثاني والتصويبة، لكن الحر ميثم الريباوند ومحمد صلاح بأريحية تامة محمد صلاح يحرز نقطتين للفريق الأزرق الدفاع الجوي في هذه المباراة. مع دخوله في أول ثواني من الكوارتر الثاني محمد صلاح يستعرض الإمكانيات والمهارات في هذه المباراة. أحمد باسم يمرر، يحاول غاز الشمال، ولكن هناك أيضا خطأ لمصلحة الفريق الأبيض، سادتي الأحبة، وبالتالي ننتظر المزيد من الفريقين في قادم وقت المباراة. والجماهير التي تتابع وتشاهد وتؤازر بالتأكيد تبحث عن المؤازرة، وهي تتابع عبر شاشات التلفزة في هذه المباراة. وهذه أيضا النقطتين الجديدة لمصلحة الدفاع الجوي، نقطتين لمصلحة الدفاع الجوي. أيوب صادق القادم من نادي الخطوط، أيوب 29 سنة يحاول المرور، بالتالي هناك أيضا الكرة أوتسايد والحيازة تنتقل من جديد لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. 29 مقابل 17، فارق 12 نقطة حتى الآن. الدفاع الجوي يبحث عن فوز جديد في هذه المجموعة، يواصل من خلاله
الصدارة وبالتالي الانتقال إلى الدور الثمانية، والمواجهات بالتأكيد سوف تكون قوية وحاضرة. الحر ميثم عبد السادة 23 سنة، ذو الفقار فاضل من تحت السلة، وأيضا هناك فاور شوت يمنح لهذا اللاعب، فاور شوت لمصلحة ذو الفقار فاضل محمد علي، لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق نادي الشرطة السابق. هذا هو ذو الفقار، ذو الفقار يا ذو الفقار، فاور شوت لمصلحته. 34 سنة، متر 96 سنتيم، يصوب وبكل ثقة يحصل على نقطة أولى. ذو الفقار يبحث عن الثانية، نعم يخفق في الثانية، كنت أتوقع أن يسجل من الفاور شوت الثاني، وبالتالي العودة من جديد لمصلحة نادي غازي الشمال. تصويبة، ولكن تصويبة مرت وعدت الدفاع الجوي، نقل الكرات المميز، وبالتالي تواجد محمد صلاح من تحت السلة مع هذه الثلاثية. الله 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 على هذه الثلاثية عن طريق سرمد سعاد، والسعاد يسجل. سرمد سعاد القادم من نفط الشمال يسجل ثلاثية مع الرد الحاضر في هذه اللحظات أيضا عن طريق تغلب. سامر تغلب يسجل نقطتين. الندية الحاضرة حتى الآن في هذه المباراة، وبالتأكيد الكل يبحث مع هذه الثلاثية أيضا، وثري بوينتس جميلة وممتعة. حلاوة المباراة في الثلاثيات سادتي الأحبة. ذو الفقار يبدع ويحرز أيضا ثلاثية جديدة في هذه اللحظات. أحمد باسم استلام من هذا اللاعب، وبالتالي راشد خضير يبحث، يمر، يتخلص، يرتقي، وأيضا الكرة تعاند الدخول. الكرة تعاند الدخول. حر ميثم عبد السادة، وبالتالي الدفاع الجوي محمد صلاح بكل أريحية يضع نقطتين جديدة لمصلحة الدفاع الجوي في هذه اللحظات. 38 مقابل 19 نقطة. أحمد باسم غازي الشمال، غازي الشمال مرور وتمرير في الجهة البعيدة. أحمد باسم من بعيد، محمد عبد الجبار التصويبة، ولكن لم تنجح مع هذه المحاولة، وبالتأكيد هناك أيضا خطأ لمصلحة نادي الدفاع الجوي. توغل كان رائع عن طريق هذا اللاعب سرمد سعاد، والترقب أيضا الواضح على محيي الكابتن حسين طلال. لعب لأندية كهرباء الدبس ومثل الصليخ، لعب لمنتخب كركوك ونادي سلاف، وأيضا لعب للثورة الكركوكلي، واحد من أبرز الأندية أيضا في محافظة كركوك مع النادي منذ عام 2019. ونجاح جديد لهذا اللاعب سرمد سعاد من نفط الشمال بإضافة نقطة جديدة. 39 مقابل 19، قد يصل إلى النقطة 40. نعم، هذه هي النقطة 40 لمصلحة الفريق الأزرق. الدفاع الجوي يسيطر، بدأت السيطرة واضحة الآن لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. بدأت الفوارق الفنية تظهر، تيرن أوفر لمصلحة فريق الدفاع الجوي. عودة من جديد، الفريق الأبيض يبحث تيرن أوفر أيضا آخر، ولكن لمصلحة غازي الشمال يمرر. ذو الفقار يحاول يمرر، من الممكن أن تكون الآن من الممكن الريباوند الحاضر عن طريق هذا المميز أيضا محمد صلاح، وبالتالي ارتداد سريع لمصلحة غازي الشمال. محمد عبد الجبار باس مميز، راشد خضير يحاول، محمد يحاول. الله على هذه النقطتين، 2 بوينتس جميلة لمصلحة محمد عبد الجبار، 2 بوينتس جديدة لمصلحة هذا اللاعب محمد عبد الجبار. غازي الشمال، نفط الشمال، الثورة الكركوكلي، واحد حزيران، أندية مميزة حقيقة
في محافظة كركوك، وقدمت الكثير على جميع الألعاب، قدمت نتائج جيدة على جميع الألعاب، وبالتالي الآن يتواجد غازي الشمال في دوري كرة السلة للمحترفين 2026. فاور شوت الآن لمصلحة محمد صلاح، التفوق 40 مقابل 21 نقطة. سلامات لمحمد شيركو، سلامات يبدو أنه تعرض إلى إصابة بسيطة محمد شيركو القادم من نفط الشمال. سلامات لهذا اللاعب، وعودة مجددا إلى أجواء المباراة. محمد شيركو، دخول اللاعب أيضا أيوب صادق من جديد، وفاور شوت لمصلحة محمد صلاح، ينجح يصوب، وبالتالي نقطة جديدة لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. محمد صلاح يبحث عن التأكيد في الرمية الثانية، فاور شوت ثاني محمد صلاح، وأيضا نعم ينجح في الثانية، وبالتالي يرفع الرصيد إلى 42 مقابل 21 نقطة. ضعف رصيد نقاط غازي الشمال الدفاع الجوي. بدأت الفوارق الفنية مع بداية الكوارتر الثاني، وبالتالي الدفاع الجوي بدأ يفرض نفسه وبقوة في هذه المباراة والتصويبة الحاضرة. ولكن محمد صلاح، الحر ميثم، ذو الفقار، مرور وارتقاء. محمد صلاح نعم نقطتين، 2 بوينتس جميلة وجديدة عن طريق محمد صلاح. التألق كان عن طريق ذو الفقار فاضل محمد علي، وبالتالي المتابعة الجميلة عن طريق الريباوند الجميل عن طريق محمد صلاح، وبالتالي هذه الثلاثية. الله 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 على هذه الثلاثية، الله على هذه الثلاثية الجميلة للاعب غازي الشمال، وبالتالي يتقلص الفارق إلى 20 نقطة مع هذا الدخول ومع هذا أيضا الارتداد السريع. غازي الشمال يبحث عن العودة لتقليص الفارق، تيرن أوفر، لونج باس، وهذه أيضا الله على هذا الدنك وحركة اللعب الجميلة والرقصة الجميلة لهذا اللاعب محمد صلاح. حركة جميلة، دنك جميل في اللقطة الماضية لمصلحة الدفاع الجوي. أحمد باسم 3 بوينتس تصويبة، ولكن لم يفلح من خلالها أيوب صادق. عادت من جديد إلى الطوفان الأزرق. الحر ميثم عبد السادة يحاول، وبالتأكيد أيضا يبحث عن المزيد. سرمد سعاد يمرر من بعيد، البحث عن الثلاثية. الله 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 الله، ما أحلى الثلاثية، ما أروع الثري بوينتس في هذه المباريات. البحث أيضا عن ثلاثية، يصوب من جديد، يرد وبقوة أيضا لاعب فريق نادي أحمد. شوف هذا أحمد باسم يرد وبقوة على ثلاثية الدفاع الجوي، وبالتالي تستمر المباراة وتستمر المواجهة، يستمر الأداء الفني الممتع. بطل الدوري العراقي في آخر نسختين محمد صلاح، وبكل اقتدار المتابعة عن طريق أحمد باسم الجدار الدفاعي، وبالتالي أيوب صادق يبحث، يمر، يحاول، يمرر. محمد عبد الجبار، أحمد باسم، الله 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 الله، كادت أن تكون ثلاثية جديدة حاضرة. والدفاع الجوي يحاول، يمرر، والكرة نعم الكرة يبدو لي أنها لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. مع وصولنا إلى الدقيقة 8، 2:20 ثانية على نهاية مشوار الشوط الأول. تمريرة محاولة، علي مؤيد إسماعيل، فاست بريك، الله الله، نقطتين جديدة وجميلة لمصلحة الحر ميثم. الحر ميثم
عبد السادة من الشرطة، وما أدراك ما الشرطة، القيثارة وما أدراك ما القيثارة، الغائب، مع أيضا النفط والكرخ. في هذا الموسم 3 أندية مميزة تغيب عن هذا الموسم السلوي، المتعة الغائبة من خلال غياب 3 أندية. نتمنى أن يعود القرار وتشارك في الموسم المقبل 3 أندية أجزلت العطاء وقدمت الكثير للكرة السلة العراقية، وبالتالي تغيب عن هذا الموسم قلعة السلة العراقية، الكرخ، الكناري الذي يغيب أيضا، وأيضا القيثارة الخضراء مضافا لها نادي النفط، واحد من أبرز الأندية أيضا في عالم كرة السلة العراقية، اللي ترك أيضا بصمات كبيرة. وبالتالي هذا الفراغ نتمنى أن يعوض هذا الفراغ من خلال تواجد هذه المجموعة من الأندية. انتقال مجموعة لاعبي الشرطة، النفط، الكرخ إلى بقية الأندية، نعم هم يتواجدون، لكن نرغب بتواجد هذه الأندية التي تغيب عن السلة العراقية في هذا الموسم 2026. دقيقة 36 ثانية تيرن اوفر، وبالتالي الله 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 عليك يا محمد صلاح، الله عليك يا محمد صلاح، ولقطة جميلة لهذا اللاعب، لقطة جميلة، دنق مميز يحرز عن طريق محمد صلاح. وبالتالي فاعلية هذا الفريق بدأت الآن مع نقطتين أيضا جديدة لمصلحة هذا اللاعب، نقطتين جديدة لمصلحة هذا اللاعب. وبالتالي محمد صلاح يبحث عن المزيد. شوف الإعادة، الانطلاق عن طريق الحر ميثم عبد السادة، وهذا الدنق الجميل، وأيضا يحرز ويبحث عن فاور شوت جديد، فاور شوت، نعم يبحث هذا اللاعب عن زيادة في السكور لمصلحة نادي الدفاع الجوي. غاز الشمال، سامر تغلب، راشد خضير، سامر، خطأ لمصلحة سامر تغلب في اللقطة الماضية، يحصل على فاول شوت. سامر تغلب 57 مقابل 27، الفارق 30 نقطة بالتمام والكمال ما بين غاز الشمال وبطل الدوري العراقي. محاولة تصويبة ونقطتين جديدة وممتعة لمصلحة فريق نادي غاز الشمال. الحر ميثم الثواني الأخيرة، وبالتالي سرمد يحاول مع وجود أيضا رميتين حرة لمصلحة محمد صلاح. شوف الرقابة الدفاعية الحاضرة، والجدار والحاجز الدفاعي يعجز عن إيقاف المد الهجومي لهذا اللاعب. محمد صلاح واحد من اللاعبين أيضا المميزين. شوف الإعادة، تمريرة من تحت السلة وبكل ثقة. وبالتالي هذا المدرب حسين طلال يتابع محمد صلاح، يصوب وينجح في الفاور شوت الأول، ينجح في الفاور شوت الأول، يبحث عن زيادة المزيد من السكور في رصيده الشخصي، وبالتالي يخفق في الثانية، إخفاق في التصويبة الثانية. غاز الشمال الثواني الأخيرة، النصف دقيقة الأخيرة، يبحث عن تقليص الفارق، وبالتالي الدخول مع مجريات الكرة أوتسايد بول أوت لمصلحة، والحيازة تنتقل لمصلحة غاز الشمال. حسين طلال يحاول، راشد خضير نقل الكرة إلى هذه الجهة القريبة، تصويبة غير منضبطة، وبالتالي يحاول من جديد، والمتابعة عن طريق محمد صلاح، يتراجع للمناطق الدفاعية وهذه التصويبة، ولكن نهاية الشوط الأول 58 مقابل 29 نقطة لمصلحة نادي الدفاع الجوي. فارق كبير من النقاط ما بين الفريقين سادتي الأحبة، وبالتالي نهاية مشوار الشوط الأول. استراحة
قصيرة على أمل أن نعود معكم لتكملة المباراة في شوطها الثاني.
متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، مرة أخرى أحييكم ويسرني أن أتواصل معكم في متابعة مجريات الشوط الثاني من مواجهة غازي الشمال مع الدفاع الجوي ضمن مباريات المجموعة الأولى للدوري العراقي لهذا الموسم، دوري السلة للمحترفين، وقاعة زاخو التي تستضيف هذه المواجهة. والشوط الأول الذي انتهى لمصلحة الفريق الأزرق بطل الدوري العراقي الدفاع الجوي 58 مقابل 29 نقطة، وهذه انطلاقة لمجريات الشوط الثاني. غازي الشمال صاحب الملابس البيضاء الذي يتأخر بفارق كبير من النقاط أمام الدفاع الجوي محمد عبد الجبار، والثلاثية أو الثنائية عذرا 2 بوينتس، نعم 2 بوينتس لمصلحة هذا اللاعب، حلوة لمحمد عبد الجبار، نقطتين في بداية المشوار للشوط الثاني من هذه المباراة. الدفاع الجوي المتصدر ب5 انتصارات متتالية مع صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط ونقطتين جديدة أيضا لمصلحة محمد صلاح الدفاع الجوي في هذه المباراة. هذا هو أيضا أحمد منخي يمرر إلى محمد صباح إلى راشد خضير، يحاول من تحت السلة يرتقي، نعم نقطتين جديدة لمصلحة راشد خضير لفريق غازي الشمال، وبالتالي من جديد أيضا يحاول إيهاب من تحت السلة، ولكن الارتداد السريع لمصلحة غازي الشمال يحاول تقليص الفارق الكبير حقيقة ما بين الفريقين 60-33. راشد يصوب، الله 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 على هذه النقطتين الجميلة، راشد يصوب، وأيضا تايم أوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات لمصلحة فريق الدفاع الجوي. الكابتن نضال غانم بالتأكيد يعطي بعض التعليمات. نضال غانم مدرب نادي الدفاع الجوي اللي أحرز لقب الدوري كلاعب 5 مواسم، ومع الدفاع الجوي موسمين، ومع نادي الحلة موسمين، ومع الكرخ موسم واحد. أحرز آخر لقبين أيضا لفريق نادي الدفاع الجوي، لاعب منتخبنا الوطني منذ عام 99، أفضل لاعب في العراق ل3 مواسم، يتواجد الآن على رأس الملاك التدريبي لفريق نادي الدفاع الجوي في مواصلة المشوار بقوة وبنجاح، وبالتأكيد يبحث عن لقب ثالث في مسيرته الشخصية مع نادي الدفاع الجوي، إضافة إلى الألقاب اللي أحرزها في المواسم السابقة. الدفاع الجوي الحر ميثم عبد السادة، تمريرة تصل استلام عن طريق جاسم محمد علي، إيهاب حسن يعود من جديد إلى التشكيلة الزرقاء مع هذه أيضا الثلاثية الجميلة الحاضرة والجميلة لمصلحة الدفاع الجوي مع انطلاق المباراة في الشوط الثاني. الله على هذه اللقطات، وأيضا المحاولات، محاولة عن طريق راشد، يحاول راشد ولكن أيضا يحصل على خطأ. راشد مرور وارتقاء مراوغة، وبالتالي الدخول من تحت السلة والحصول على خطأ، وبالتالي باور شوت من رميتين لمصلحة هذا اللاعب راشد خضير القادم من دجلة الجامعة. أيضا تألق مع نادي الشرطة والتضامن النجفي، يتواجد الآن مع غازي الشمال، هذا هو راشد، الابتسامة الواضحة على محيا هذا اللاعب، أضاف نقطة ويبحث عن الثانية، نعم ينجح في التصويبة الثانية، وبالتالي يتقلص إلى 37 نقطة 63، فارق كبير حتى الآن. السكور الواضح، الإمكانيات الفنية الواضحة ما بين الفريقين، تمريرات، تدوير الكرة من تحت السلة، وبالتالي إيهاب يبحث، إيهاب، وأيضا شوف طول اللاعب يساعد بشكل كبير، 2 سنتيم أطول لاعب قد يكون في المباراة ما بين الفريقين، نعم 2 سنتيم. إيهاب حسن الذي يتألق مع هذه المتابعة المميزة أيضا عن طريق اللاعب الآخر الحاضر والمتواجد وبقوة محمد صلاح
تمريرة الحر ميثم، نقل كرات مميز. شوف 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 هذه اللقطة الجميلة، وهذا الكيو بوينت الجميل في اللقطة الماضية، نقل كرات، تبادل الأدوار، وبالتالي تزداد بالتأكيد الفوارق مع تقادم وقت المباراة. تزداد الفوارق مع تقادم وقت المباراة ما بين غازي الشمال صاحب المركز الخامس كما ذكرنا لكم من خلال فوز واحد فقط على نفط الشمال، والخسارة أمام الدفاع الجوي مع عمال نينوى، مع سابيس، مع زاخو، واليوم حتى الآن هو خاسر يبحث عن تقليص الفارق. ولكن أعتقد هناك صعوبة يواجهها هذا الفريق أمام المتصدر المجموعة الأولى، وبالتالي يبحث أيضا عن المزيد من النقاط خلال مشوار هذا الموسم. يوم غد سادتي الأحبة أيضا سوف تكون هناك مواجهات غازي الشمال مع عمال نينوى، الدفاع الجوي مع سابيس، زاخو مع نفط الشمال. العودة إلى تقنية ARC في هذه اللقطة من قبل الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم، وبالتالي أيضا أذكركم أيضا هناك مواجهات أيضا سوف تكون حاضرة خلال أيضا المجموعة الثانية: اليقظة مع دجلة الجامعة، الكهرباء مع نفط ميسان، الحلة مع الحشد الشعبي. صراع يستمر من خلال مجموعة بغداد ومجموعة زاخو من أجل الوصول إلى المراكز الأربعة في هاتين المجموعتين، وبالتالي الوصول إلى دور الثمانية. وقد نشاهد تواجد المحترفين من جديد في هذا الموسم، وبالتالي هناك إثارة سوف تكون حاضرة ومنتظرة من قبل الجميع لما تبقى من عمر الموسم الكروي أو الموسم السلوي. نعم، أحمد فتحي الواهس دائما ما أخذنا على كرة القدم حقيقة، اللعبة الأولى العالميا والمحببة لدى الجميع. يحاول أيضا أحمد والحيازة تنتقل من جديد لمصلحة الفريق الأبيض، أحمد منخي، وبالتالي الحيازة هذا هو محمد عبد الجبار. نظرات هذا المدرب حسين طلال 49 سنة، نظرات لهذا المدرب، فارق 30 نقطة ما بين الفريقين، 7 دقائق 12 ثانية متبقية على الكوارتر الثالث سادتي الأحبة، وبالتالي ننتظر أن يعود رتم المباراة إلى الصعود من جديد بعد أن شاهدنا وتيرة أداء فنية متصاعدة خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول. محمد صباح يمرر، أحمد منخي، محمد عبد الجبار، أحمد منخي يحاول تصل استلام عن طريق محمد صباح وأيضا تصويبة، ولكن الحيازة تنتقل، تصويبة غير متقنة، وبالتالي المؤازرة لا تزال أيضا حاضرة عن طريق هذا اللاعب محمد عبد الجبار، وبالتالي الدفاع الجوي حاضر وبقوة. يبدأ مشوار سلوي في هذا الموسم وبقوة، أيضا يبحث عن لقب جديد، حقق كأس المثابرة على حساب دجلة الجامعة في أولى مباريات الموسم السلوي لهذا الموسم، وأيضا هذا المتابعة، وأيضا نقطتين جديدة. ريباوند الحاضر عن طريق هذا اللاعب إيهاب حسن، إيهاب متابعة مميزة لهذه اللقطة الماضية. محمد عبد الجبار تصل إلى أحمد منخي، يحاول محمد صباح، وقد تكون الثلاثية، نعم الثلاثية حاضرة عن طريق محمد صباح في هذه اللقطة، والرد يأتي وبسرعة. لا، لن يأتي السلة عاندت، السلة تعاند فريق نادي غازي الشمال. نتواصل وإياكم سادتي الأحبة في هذه المباراة التي تنقل لكم نقلا مباشرا مع نقطتين جديدة
نقطتين جديدة. متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نتواصل وإياكم وفي هذا النقل المباشر لمباريات دوري كرة السلة للمحترفين. إيهاب حسن تمريرة والتصويبة الثلاثية، ولكن لم تصل بالشكل المطلوب، لم تصل. انتقال الحيازة الآن لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. محمد صلاح، الحر ميثم يمرر جاسم محمد علي التصويبة، وبالتالي التيرن اوفر جديد، التيرن اوفر الجديد، وبالتالي ضياع الكرة. محاولة، الله 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 الله، الحر ميثم يبدع ويتألق. الحر ميثم عبد السادة، ثلاثية ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع لمصلحة الدفاع الجوي. يحاول غازي الشمال عن طريق هذا المتألق راشد خضير أيضا، وهذا ارتداد سريع لمصلحة إيهاب حسن. عباس حكمت يصوب، ولكن الريباوند والمتابعة الحاضرة في هذه اللحظات. أحمد منخي يحاول الانطلاق، يتعرض إلى إعاقة، وبالتالي تستمر المواجهة. إسماعيل مؤيد، إسماعيل الخبرة الكبيرة لهذا اللاعب يشترك أيضا من جديد مع الدفاع الجوي. غازي الشمال يحاول تمريرة تصل إلى أحمد، ولكن يصوب، ولكن تصويبة غير متقنة. يعود إيهاب حسن، بدأ العودة إلى المراكز الدفاعية. محمد صلاح يتقدم إلى المراكز الهجومية، وبالتالي هناك فورة كبيرة تصنع من قبل اللاعبين، سواء كان إيهاب حسن أو اللاعب الآخر محمد صلاح، مع وجود فاور شوت حاضر في هذه اللحظة لمصلحة نادي الدفاع الجوي. محمد صلاح الدفاع الجوي يصوب، يحصل على نقطة جديدة ويبحث عن الثانية. المباراة الأولى انتهت 98-67، وقد يصل السكور في هذه المباراة إلى النقاط 90 مع وجود كوارتر رابع وبقاء جزء كبير من الكوارتر الثالث. قد يصل إلى 90 وقد نصل إلى 100 نقطة إذا ما استمر هذا العطاء الهجومي وهذه النبرات الهجومية الحاضرة، وبالتالي الدفاع الجوي يضيف المزيد من السكور في هذه المباراة ويبقى حاضرا دائما. محمد صباح يمرر محمد عبد الجبار، محمد صباح يحاول يمر ويرتقي ويصوب، ولكن التصويبة غير متقنة، وبالتالي فقدان الكرة وانتقال الحيازة إلى مصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. علي مؤيد إسماعيل الشقيق الأكبر، هو أكبر من إسماعيل بسنتين. إسماعيل 35 وأيضا علي 37. طولة العمر لهؤلاء اللاعبين مع هذه الثلاثية المميزة، الثلاثية الحاضرة والتصويبة المتقنة، وبالتالي الحرفنة الرائعة في هذه اللقطات، مع وجود أيضا فاول وخطأ لمصلحة فريق نادي غازي الشمال، لمصلحة هذا اللاعب، لمصلحة محمد صباح فاول شوت في هذه اللحظات. وبالتالي الفوارق الفنية بدأت لجميع المشاهدين تظهر وبوضوح. نعم، الفوارق الفنية لجميع المشاهدين تظهر وبوضوح مع هذا الفاور شوت وإخفاق من جديد. يحاول وأيضا للمرة الثانية يخفق، إخفاق للمرة الثانية. إيهاب حسن يمرر، تصل من جديد إلى جاسم محمد علي مؤيد إسماعيل. جاسم محمد علي يحاول، إسماعيل يمرر، تصل في الجهة البعيدة. البحث عن الثلاثية، نعم الثلاثية أيضا الحاضرة وبقوة الآن عن طريق إسماعيل مؤيد إسماعيل. يبدعون الأشقاء، يتألقون الأشقاء
يقدمون العطاء، وبالتالي السكور الواضح والكبير من خلال هذه المباراة عن طريق الإسماعيل والشقيق الآخر، مع أيضا تواجد فاول شوت خطأ لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. 80 مقابل 43 نقطة، ويبدو لي أن حاجز السكور سوف يتجاوز 100 نقطة في هذه المباراة مع هذا المد الهجومي الواضح. وبالتأكيد فاور شوت لمصلحة محمد صباح يخفق في الأولى، يحتاج إلى التركيز كي يصوب وبدقة خلال الفاور شوت الثاني. محمد صباح الهدوء والتركيز هو المطلوب، وأيضا نقطة جديدة، نعم نقطة جديدة لمصلحة محمد صباح في حساب الرصيد البنكي لفريق نادي غازي الشمال يصل إلى النقطة 44. حتى الآن الفوارق كبيرة والثلاثية، ولكن أيضا المتابعة، شوف حتى المتابعة، شوف نقل الكرات، الله 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 على هذا نقل الكرات، وبالتالي تعود من جديد لمصلحة نادي غازي الشمال، وحركة لعب جميلة ومميزة عن طريق هذا اللاعب محمد صباح، يتألق و2 بوينتس حاضرة جميلة خلال اللقطة الماضية، تألق وأيضا تمرير كر. شوف الثلاثيات وأيضا الريباوند حاضر عن طريق راشد خضير، مع أيضا دخول مصطفى قاسم القادم من نفط الشمال. مصطفى الله 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 الله، ضاعت. مصطفى كان يبحث عن ثلاثية مع اللحظات الأولى لدخوله في تشكيلة أيضا غازي الشمال، وهذه المتابعة الحاضرة. إيهاب حسن يبحث، يمرر، يساند، والكرة أيضا انتقال الحيازة لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. اسماعيل مؤيد، سلامات لراشد خضير، سلامات لهذا اللاعب، إصابة بسيطة، نتمنى أن يعود وبسرعة لتكملة المباراة. دخول أيضا اللاعب محمد شيركو الآن بدلا من راشد خضير، عودة سريعة للاعب المبدع راشد خضير، محمد شيركو، أحمد باسم، وبالتالي توقف المباراة في هذه اللحظات أحمد باسم، والمباراة لا تزال تؤشر تفوق فريق نادي الدفاع الجوي 80 مقابل 46 نقطة. فرق كبير. يوم غد الدفاع الجوي يلتقي مع سابيس اللي قدم مباراة جميلة اليوم أمام فريق نادي زاخو، وأيضا زاخو سوف يلاقي في هذه القاعة مع المؤازرة الحاضرة وبقوة من قبل جماهيره العاشقة والمحبة لكرة السلة لكرة القدم. يلتقي زاخو أبناء الخابور يواجهون نفط الشمال في آخر مباريات يوم غد. الافتتاحية سوف تكون في تمام الساعة 4 مواجهة غازي الشمال مع عمال نينوى، وبالتالي تستمر هذه المواجهات وصولا إلى اليوم الأخير من مرحلة الإياب يوم 26 من هذا الشهر. هناك توقف بعد الوصول إلى دور الثمانية، على أمل أن تكون هناك مباريات حاضرة في دور الثمانية تجمع الفرق، وبالتالي الوصول إلى الدور النصف النهائي وخوض مباريات البلاي أوف وصولا إلى المباريات الختامية لهذه البطولة. الطموحات بالتأكيد حاضرة من جميع الفرق للوصول إلى مراكز متقدمة في هذا المشوار السلوي لهذا الموسم. الطموحات تكبر مع تقادم المباريات يوما بعد آخر. أحمد باسم غازي الشمال، محمد صباح يمرر شيركو، وبتصويبه والثلاثية حاضرة، الثلاثية الجميلة الحاضرة عن طريق أحمد باسم. 3 بوينتس جميلة عن طريق أحمد باسم، وبالتالي الدفاع الجوي مرور من تحت السلة
يمرر وأيضا تصويبه والمتابعة الحاضرة. شوف إيهاب حسن يسيطر الريباوند الحاضر عن طريق هذا اللاعب لأغلب الكرات الساقطة تحت سلة غاز الشمال. نقل كرات مميز من تحت السلة والمتابعة أيضا عن طريق علي مؤيد إسماعيل. إيهاب يمرر إيهاب يمرر، وبالتالي يواصل هذا اللاعب يواصل العطاء والاستمرار في الإبداع موسما بعد آخر. لاعب منتخبنا الوطني والحيازة من جديد. جاسم محمد علي يمرر الثلاثية. الله يا إسماعيل، الله يا إسماعيل، مؤيد إسماعيل. والله هذه المهارات بالتأكيد موروثة عن طريق السيد الوالد لاعب منتخبنا الوطني مؤيد إسماعيل. بالتأكيد يتواجد من خلال حضور الأبناء النجلين المتواجدين في هذه المباراة، إسماعيل مؤيد وعلي مؤيد، يبدعون يتألقون يسجلون، وبالتالي يحضر هذا السكور الكبير من النقاط عن طريق هؤلاء اللاعبين. محاولة تيرن اوفر، فاست بريك، ونقطتين جديدة أيضا كرة كانت، وبالتالي نهاية مشوار الكوارتر الثالث 87 مقابل 49 نقطة لمصلحة نادي الدفاع الجوي. 87 نعم مقابل 49 لمصلحة نادي الدفاع الجوي. وسوف ندخل في الكوارتر الرابع. الدفاع الجوي حسم النتيجة مبكرا، ويبقى الكوارتر الرابع، وكما ذكرنا لكم سوف نصل ونعبر حاجز 100 نقطة في هذه المباراة. حكام الطاولة وحكام المباراة الحكم الدولي بهدين شكري، وأيضا ريبين توفيق، فاروق حسام الدين، مع أيضا تواجد المراقب الفني سمير محمد علي. وهذه القاعة قاعة زاخو، وهذا الموسم السلوي لدوري كرة السلة للمحترفين 2026. بانتظار استئناف الربع الأخير الكوارتر الرابع، يا من تتابعونا متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان من خلال هذه المباراة، وهذا أيضا الكوارتر الرابع الذي بالتأكيد سوف نشاهد زج العديد من المواهب الشابة في تشكيلة الدفاع الجوي. يحتاج إلى زج لاعبين الشباب، التأقلم والتواجد مع الكبار، وأيضا كسب الخبرة من خلال هذه المجموعة سوف تعطي لهؤلاء الشباب حافزا للمستقبل القريب. إسماعيل مؤيد، جاسم محمد علي، سرمد سعاد يبحث عن المرور، يحاول من تحت السلة، وأيضا نقطتين جديدة بكل حرفنة وذكاء. سرمد سعاد يضيف نقطتين جديدة يصل من خلالها الدفاع الجوي إلى النقطة 90. دخول أيضا على حسين طلال يحمل رقم 1 في تشكيلة فريق نادي غازي الشمال. علي حسين طلال يدخل الآن، لاعب قدم مستوى جيد في المباراة السابقة، تم إشراكه أيضا في الربع الأخير، و2 بوينت جديدة عن طريق حيدر حسين مرعب يزيد النقاط، يبتعد بفارق كبير. على حسين، الله، كادت أن تكون الثلاثية، وبالتالي حلوة لعلى حسين طلال نجل المدرب حسين طلال. وهناك أيضا صادق نضال غانم يحمل رقم 44، لم يشترك حتى الآن في تشكيلة فريق الدفاع الجوي، لم يشترك.
عودة إلى تقنية الاي ار سي عذرا في هذه اللقطة. شوف في هذه اللقطة اي ار سي المتابعة والحاضرة من قبل الطاقم التحكيمي لمباراة هذا اليوم على أمل إصدار القرار، على أمل إصدار القرار من قبل حكم المباراة. والحيازة تنتقل سادتي الأحبة لمصلحة نادي الدفاع الجوي. بداية الكوارتر الرابع والتفوق الواضح. الدفاع الجوي الحفاظ عن اللقب يحتاج إلى الكثير، نعم يحتاج إلى الجهد، وبالتالي هذه النقطتين كادت أن تكون، ولكن الريباوند الحاضر محمد عبد الجبار عودة من جديد، اختراق وتوغل عن طريق أحمد منخي. محمد عبد الجبار يبحث عن التصويب، يبحث يمرر على حسين طلال، وبالتالي الكرة أعتقد هناك انتقال الحيازة من جديد لمصلحة نادي الدفاع الجوي، تمرر من تحت السلة، وأيضا الحيازة من جديد لمصلحة نادي الدفاع الجوي. جاسم محمد علي يمرر، قد تكون الثلاثية، نعم قد تكون الثلاثية حاضرة. الله عليك على هذه الثلاثية الجميلة، الله عليك يا سرمد سعاد، فعلها للمرة الثانية في مباراة هذا اليوم، ويبحث عن المزيد. أحمد منخي يحاول، محمد عبد الجبار، أحمد منخي من جديد يحاول يمر ومن تحت السلة، وبالتالي راشد خضير يحاول. محمد عبد الجبار خلاص 24 ثانية انتهت، وبالتالي انتقال الحيازة لمصلحة الفريق الأزرق الدفاع الجوي. انتقال الحيازة علي مؤيد اسماعيل، تمريرة من جديد الفريق الأزرق، مرور جاسم محمد علي، والله على هذه المتابعة، الله على هذه المتابعة، وبالتأكيد حيدر حسين مرعب. أيضا أداء فني جيد في هذه المباراة، أداء فني جيد، محاولة من جديد، انطلاقة هجومية محمد عبد الجبار، وأيضا يصوب، ولكن تصويبه لم تصل مع هذا الحضور الواضح، وبالتالي هذا هو. الله 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 الله، كم كنت أتمنى أن تكون هذه الثلاثية حاضرة لهذا اللاعب. شوف الاستعجال، شوف الاستعجال الواضح، وبالتالي أيضا تضيع النقاط. الاطمئنان الكبير من قبل لاعبي نادي الدفاع الجوي بدأ يؤثر على عطاء اللاعبين، الاستعجال الواضح، الوصول إلى النقطة 97، وبالتالي أحمد منخي يقدم أيضا عطاء مميزا. حسين طلال يعلم جيدا أن الفوارق واضحة جدا في هذه المباراة. محمد عبد الجبار وثلاثية جديدة عن طريق هذا المتألق محمد عبد الجبار، 33 سنة، يسجل ثلاثية جميلة لمصلحة غازي الشمال في هذه المباراة. جاسم محمد علي، غازي الشمال، سرمد سعاد يبحث يمرر. شوف تناقل الكرات من تحت السلة وهذا الهدوء الواضح، ولكن التصويبة لم تكن حاضرة. انتقال أحمد باسم، ارتداد سريع، أحمد باسم يبحث عن المرور. محمد عبد الجبار حلوة لهذا التمويه. راشد خضير، راشد يا راشد، والاستعجال واضح، وبالتالي لونج باس تعود من جديد. أيضا تيرن اوفر حاضر. إيهاب حسن، الله 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 على هذا الدانج الجميل عن طريق المرعب حيدر حسين. مرعب يحرز أيضا نقطتين جديدة
مع دنق جميل في هذه اللحظات، يصل إلى النقطة 99، سيعبر حاجز 100 نقطة. راشد خضير يحاول أن يصوب، المتابع أيضا الحاضر عن طريق محمد شيركو، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة هذا اللاعب، خطأ لمصلحة هذا اللاعب. الحيازة لمصلحة نادي غازي الشمال. أحمد باسم يحاول محمد صباح، محمد شيركو، محمد عبد الجبار، محاولة الدخول. محمد صباح يبحث عن التصويب، محمد شيركو أيضا نهاية 24 ثانية، وبالتالي يجب الانتباه هذه المرة الثانية التي يقع من خلالها غازي الشمال بهذا المحظور، وبالتالي 24 ثانية وانتقال الحيازة من جديد لمصلحة الفريق الأزرق، لمصلحة الفريق الأزرق. جاسم محمد علي يحاول الدفاع الجوي من جديد، وأيضا يصوب آدم مازن. آدم مازن فاهم من شباب النادي، هذا اللي تحدثنا عليه قبل لحظات، 16 سنة، يشترك الآن في تشكيلة الدفاع الجوي. بدأ المدرب يشرك اللاعبين الشباب في هذه الأوقات، وتحديدا في ال4 دقائق أو ال5 دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. بدأ المدرب، هذا هو آدم مازن، 16 سنة، يشترك الآن، يزداد الخبرة بالتأكيد مع التواجد المستمر مع الكبار ومع المحترفين، اكتساب الخبرة المطلوب لهذا اللاعب، وهو يشترك، آدم يشترك مع فريق بطل دوري عراقي، يعني الكثير لهذا اللاعب. في بداية المشوار محاولة التوغل للمرور، يحاول محمد صباح، محمد عبد الجبار، الثلاثية التصويبة، ولكن يخفق، وبالتالي إيهاب حسن وأيضا محاولة ونقطتين جديدة، يصل إلى النقطة 103 نقاط لمصلحة نادي الدفاع الجوي محمد عبد الجبار. الحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأبيض، الحيازة تنتقل لمصلحة الفريق الأبيض. إيهاب حسن، شوف أيضا دخول هذا اللاعب اللي تحدثنا عنه، دخول أيضا صادق نضال غانم، 16 سنة، متر 71 سنتيم، يشترك الآن. صادق نضال يحمل رقم 44، نجل المدرب نضال غانم يدخل الآن مع نظرات وترقب من قبل المدرب السيد الوالد نضال غانم لهذا اللاعب. بالتأكيد هناك سوف تكون متابعة وتوجيهات لهذا اللاعب، وهو يشترك في بداية المشوار السلوي في عالم كرة السلة، يطمح للمزيد. وحلوة يا محمد، تصويبة ولكن لم تكتمل، تعود إلى محمد صباح. محمد يحاول أن يمر محمد صباح. أداء جيد في مباراة هذا اليوم، أداء جيد في مباراة هذا اليوم، تمريرة، شوف الشباب، شوف الحضور، شوف التميز، شوف آدم، حلوة لآدم وأحلى لصادق، وبالتالي تتواجد هذه الكفاءات الشبابية، هذا اللي نطمح إليه. بالتأكيد يستمر العطاء ويستمر المجهود، محاولة غازي الشمال من تحت السلة الارتقاء، ونقطتين جميلة وجديدة حاضرة لمصلحة محمد صباح. محمد صباح، الدفاع الجوي، آدم مازن، حركة المشي، المخالفة واضحة جدا، وبالتالي سوف يستفيد مستقبلا من هذه الأخطاء. عليه أن يهدأ مع التوجيهات الحاضرة أيضا من قبل الكابتن حسين طلال، عليه أن يهدأ، وبالتالي الدقائق الثلاثة الأخيرة مع 20 ثانية متبقية عن عمر هذه المباراة. توغل عن طريق مصطفى قاسم، سلامات لمصطفى، سلامات إلى مصطفى قاسم، يتعرض
إلى إصابة، وبالتالي نتمنى أن ينهض وبسرعة ويعود لتكملة مجريات المباراة. نتمنى أن يعود وبسرعة مع انتقال الحيازة لمصلحة جاسم محمد علي. الدفاع الجوي يطمح إلى الوصول إلى أعلى سكور في هذه المجموعة حتى الآن، يصل إلى النقطة 105. من جديد تمرر تصل إلى سرمد سعاد، نقل الكرات المميز، محاولة وبالتالي تيرن أوفر، فاست بريك، ونقطتين جميلة، نقطتين جميلة عن طريق محمد صباح. حلوة لمحمد، حلوة لمحمد، دخول من تحت السلة وتمرير أروع وأحلى ومتابع عن طريق إيهاب حسن. حلوة 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 حلوة، حركات مميزة، وبالتالي المباراة تدخل اللحظات الأخيرة. أحمد باسم يمرر، تصل إلى مصطفى قاسم، يحاول من تحت السلة، يحاول، وبالتالي غازي الشمال يبحث عن تقليص الفارق. نعم، لم يحدث الفارق. لونج باس ومن تحت السلة. الله 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 يا صادق، الله يا صادق. نضال غانم يحرز نقطتين جديدة مع محاولة لتصويبة ثلاثية لمصلحة نادي غازي الشمال. هذا هو صادق. الله، كادت أن تكون التصويبة حاضرة. يحاول أن يجرب الثلاثيات وهو في مقتبل العمر كي يصل إلى الخبرة الكبيرة مع تقادم السنين، وبالتالي هذه أيضا الثلاثية الجميلة الحاضرة عن طريق أحمد باسم. الثلاثية الجميلة الحاضرة عن طريق أحمد باسم. اللحظات الأخيرة سادتي الأحبة، محاولة للتصويبة للمرة الثانية يبدع هذا اللاعب المبدع الآخر آدم مازن. غازي الشمال أحمد باسم والثلاثية، ولكن جاسم محمد علي المتابعة الجيدة والريباوند الحاضر ومن تحت السلة، وبالتالي هناك خطأ لمصلحة الفريق الأزرق. شيء مميز أن يتواجد آدم مازن فاهم، صادق نضال غانم، مع الكبار إيهاب حسن، مع ذو الفقار فاضل، مع علي مؤيد إسماعيل، مع لاعبين مميزين من منتخباتنا الوطنية، وبالتالي التواجد والحضور مع هؤلاء اللاعبين يعطي بالتأكيد الخبرة والثقة الكبيرة لهؤلاء اللاعبين الشباب في بداية المشوار، في مقتبل العمر، اكتساب الخبرة وأيضا اكتساب الثقة الحاضرة مع هذه النقطة الجديدة لمصلحة فريق نادي الدفاع الجوي. دقيقة 16 13 ثانية، اللحظات الأخيرة 111 مقابل 60، والتصويبة الحاضرة إيهاب حسن الدفاع الجوي يحاول يمرر من تحت السلة. آدم أيضا الكرة لمصلحة نادي غازي الشمال. صادق نضال نقل كرات مميز، وبالتالي أحمد باسم 50 ثانية الأخيرة. أحمد باسم يبحث يمرر، تصل محمد صباح، تبادل الكرات، تغلب، يعود من جديد مصطفى قاسم يمرر من تحت السلة، ولكن قد تكون هي الكرة الأخيرة، قد تكون هي أيضا النقطتين الجديدة لمصلحة هذا المميز الشاب. صادق نضال غانم يسجل وبكل ثقة، يسجل متر 71 سنتيم، يسجل وبكل ثقة، وبالتالي 13 ثانية. نعم، تنتهي المواجهة 113 مقابل 60 نقطة لمصلحة نادي الدفاع الجوي. مبارك للدفاع الجوي هذا الفوز، نقطتين جديدة تضاف إلى رصيد بطل الدوري العراقي. حظ أوفر لغازي الشمال في باقي المباراة. سادتي الأحبة، شكرا لحسن المتابعة، ألتقيكم في أقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.